السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، جينا وياكم بوصفة جديدة. ثواب لسيدتي ومولاتي السيدة الزهراء. هذا غداء إلها. هنا نبتدي بالمقادير حبايب قلبي. عندي هنا كيلو حنطة نقعته وغسلته، وهنا كيلوين ماش. هذا بعدنا أنا ما غسلته هذا. أهم شي المصداقية حبايب قلبي، راح أغسله وأنقعه. وهنا عندي التمن هم كيلوين ونص، وحسب الرغبة. يمكن الميزان إذا ما أدري، أنا مو ميزان عندي تقدير يعني. هسه هذا راح أغسله وأنظفه، وبعدين أبتدي وياكم بالمرحلة الثانية. هذا طبعا تمن الحصة، شوفوا تمن الحصة هذا كيلوين تقريبا هي ونص. هاي باقي، هاي أول طريقة. الطريقة الثانية راح نبتدي بيه الروح. هاي شوفوا شلون نقحته، فتحة الحباية يعني مالت الحنطة. الحنطة هاي نقعناها بعد ما غسلتها، تفتح الحباية مالتها، وأخليها أول مرة هي على الجدر. هسه راح أروح للجدر هنا، ننتقل على المرحلة الثانية. هذا ماي عندي فاير، شوفوا شلون خليته بالقدر هنا جدريتي، وراح أفرق عليها الحنطة. وأنا هسه هاي المرحلة الأولى راح أقطع الجدر وأتركه لمن أشوف الحنطة تفتح حبايتها. يلا أنزل عليها الماش. هاي شوفوا شلون راح أطبق الجدر وراح أروح بعده. هذا جدرنا، احنا سنوية نسوي يعني السيدة الزهراء عليها السلام. هسه هاي شوفوا شلون تقريبا يعني فتحة الحباية، حتى ما يكون عندي قوة بيه، يكون سهل. هسه راح انزل الماش، نزلته عليها هم نفس الطريقة. هم راح هسه جمعته، خليته يعني تلابس سوية، جمعا المواد. هم راح اتركه اطبق الجدر، اخليه لمن تفتح الحباية مال الماش. هاي شوف شلون صارت. بعد هسه هي جمعتها المواد، هاي هيك يعني مرة خفيفة. راح أطبق الجدر. هاي بعد ما طبقتها وجيتكم حبايبي، رجعت الوصفة الثانية بيها. هاي فتحت، شوفوا حباية الماش فتحت. هاي حبايب قلبي شوفوا، حركة يعني بسيطة. وبعد راح أخلي عليه تمن هم غسلته ونقحته. هاي ما بيشي يعني صعب. هاي راح أحركنهم تحركة بسيطة وأتركها. هاي هسه الساعة تقريبا بال10:30. هاي راح أخليه متمن يعني يستوي، وأبقى أنا كل شوي أدير عليهن مي. هسه راح أخلي هاي هنا مرتين عليهن يعني بالصينية مي، ما عندي قياس بيه. أنا أريد أفد مرة ينهرس، كل المواد تتجمع. تبقى بعد عندي مرحلة أخيرة يعني مال البصل والدهن والكركم واحدة. هاي شوفي شلون فتحت هسه مال تمن. بعد أريد أكثر يعني، ويضيع عن هاي الحنطة ما تبين والماش. هاي هم ضفت مي إضافة عليه، وبعد أضيف كل ما أشوفه يحتاج. هاي المرحلة قبل الأخيرة. هاي هنا طاوة حميتها وخليت البصل. أريد أنزل المي مالته أول مرة، فد مرة، وبعدين يلا أخلي الزيت. أنا 4 روس خليت عليه بصل، مو هواي. هاي هسه ينزل المي مالته، راح أخلي الزيت. خليت الزيت وقليتهن. أنا وقفت شوية الفيديو. هاي الطريقة بعد إلا أريدها أكثر من هاي لا، لأن يصير على مرارة إذا أخلي بيه. هسه هذا كركم، نزلت الكركم عليه 5 خواشيق بالقياس مال الكركم. وإذا يحتاج الجذر بعد هم أخلي عليها. راح أقلبهن تقليب مستمر. عندي راح أخليها هسه على الجذر، أرجعها يعني أفرغها على الهريسة. يا حبايبي، وأنا وياي هنا صديقتي تساعدني، طبعا هي بنتي نسميها صديقتي وياي.
جاي يصور لي هسه. هاي شوف شلون استوى، وبعد وراه هم يعني التهدير. هاي خليت وياه حبات هيل، دقيتهن وخليتهن للتنكيه. تردين دهن حار، أنا ما عندي هاي المرة دهن حار، أسوي بدهن حار كل مرة، راح يتخن فد مرة. تشوفون بعد إن شاء الله لحد ما أخليه بالمعين التقديم، تنتظرونا وياه. هاي جدر وحدة جيراننا دزتها لي انطيتها. هذا هاي الأماعين، هاي المرحلة الأخيرة وزعناه هنا جيران الثواب. قرأت عليه سورة الفاتحة للسيدة الزهراء. هاي كملت، وبعد عندي هنا جدر يعني مليان، وهواي بعد بيه خير من الله، صار يعني وجبة كبيرة. راح أراويكم الجدر اللي بقى بيه، وجيراننا دزولي القدور مالتهم خليت لهم بيه. هاي غلفتهن وخليت، هاي وجبة منهن، وجبة بقت بالقاع من عتها، وجبة وزعت صارت بس ذني من عتن. وهذا الجدر اللي بقى بيه بعد. وعندي جذور جيران صغار هم مليتهن لهم. وهاي لا تنسونا من خالص دعاكم لي ولوالدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتظرونا بوصفة جديدة حبايب قلبي.